السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة سؤال وجواب. واحد من زمايلنا سألني قال لي هندسة انت عملت فيديو قبل كده ازاي بنعرف نحصر الهامة الخرسانية، ووريتنا بالصور والفيديو ازاي بنحسب الهامة بمنتهى البساطة، ان انت بتجيب الطول من امر بولي لاين اللي هو البارامتر، وبعد كده بتضربه في عرض الهامة وتضربه في العمق بتاع الهامة اللي حضرتك بتجيب العمق منين؟ حضرتك بتجيب العمق من السكشن اهو، قايل لك قطاع اهو ان هي متر 20 عرض في عمق متر 30، وبتجيب الطول من ايه؟ بولي لاين من خلال امر ريست او بيزيد زي ما احنا قلنا ايه في لوحة الحصر. ولكن خد بالك حد من زمايلنا قال ايه؟ قال لي هندسه واحنا بنيجي ننفذ احنا ما شدناش الهامه كلها مره واحده، لا احنا خفنا على البيت ده عشان البيت ده ممكن يحصل فيه مشكله، فبالتالي لما جينا عملنا رحنا مقسمين، يعني خدنا الجزء ده والجزء ده لوحده. فالمدير قال لي لو سمحت يا باشمهندس قول لي انا محتاج قد ايه متر مكعب خرسانه، انا دلوقتي كمان مش هصب بالخراطه، يعني انا مش هجيب الخرسانه مش جاهزه، انا كمان محتاج اعرف كميات السن والرمل والاسمنت عشان اعرف اصب الكلام ده. فانا اترجرجت. لا هندسه تترجرج ليه؟ الموضوع بسيط، انت حسبتها قبل كده تقدر تحسبها بمنتهى البساطه. ازاي بقى؟ حضرتك دلوقتي هتعرف الخرطه الخرسانيه الموجوده عندك في الموقع هي عباره عن ايه. كلنا عارفين ان الخرطه الخرسانيه بيقول لك ان المتر مكعب خرسانه غالبا بيكون بيحتوي على اسمنت 350 كيلو جرام اسمنت، وفي الخوازيق بتبقى 450 صح، و8 من 10 متر مكعب سن، و4 من 10 متر مكعب رمل، وكام 200 لتر ميه او 175 ايه لتر ميه. ولكن خلي بالك غالبا مش دايما هي دي الحاله المثاليه. ليه؟ لان انت بتختلف من خوازيق صح كده، ليه خرسانه عاديه ليه خرسانه مسلحه، فبالتالي الخرطه الخرسانيه دي اهم حاجه ان هي تحقق الاجهاد المطلوب فيه. طب انا بعرف الخرطه الخرسانيه المطلوبه عندي دي منين يا هندسه؟ بتعرفها من اللوحه. لو جينا بصينا كده على اللوحه، اي لوحه في خانه الملاحظات هتلاقيه بيقول لك اهو تتكون الخرطه الاسترشاديه من، ويقول لك ايه الملاحظات بتاعتها، وهي دي اللي انت بتشتغل عليها. هندسه خلصني، انا عايز اعرف انا محتاج كام متر مكعب، او محتاج كام طن اسمنت، ومحتاج كام متر مكعب سن، ومحتاج كام متر مكعب رمل وميه عشان اقول المدير بتاعي. هتعمل معادله بسيطه كده هندسه، واسيب لك الشيت ده موجود عندك. انت عندك العرض متر 20 في الارتفاع او العمق متر 30، انت فاضل لك الطول. هتروح جاي حضرتك كده فين الصوره اللي كانت عندنا؟ ببساطه هتروح جاي شادد بالمتر كده قايس المسافه دي والمسافه دي، هتطلع لك مثلا المسافه دي 6 متر وهنا 6 متر، تمام؟ يبقى انت عندك المسافه كام؟ 12 متر. هتشيل هنا ال 200 متر طولي دي وتحط كام؟ وتحط كام؟ 12 متر صح كده؟ تمام. طب فين ايه الاثنين دي؟ لا الاثنين دي كنا عاملينها عشان هامه علويه السفليه شيلها. تمام. طب ايه بقى ال5 من 100 ده؟ الهالك يا هندسه، مش انت عندك نسبه هالك؟ تمام. يبقى عندك هيطلع 9 طن اسمنت، وهيطلع 15.7 من 10 متر مكعب سن، وهيطلع كام؟ 9.8 من 10 متر مكعب رمل. طبعا مفيش الارقام دي في الدنيا، انت هنا هتجيب لك 10 طن اسمنت، وهنا هتجيب لك حوالي 18 متر مكعب سن، هتزود شويه رغم ان احنا مزودين في هالك بس هتزود شويه، وهنا هتجيب لك 10 ايه؟ حوالي 10 متر مكعب رمل، والميه طبعا هتبقى غالبا موجوده عندك. يبقى انا كده فهمت. طب افرض عندي وصلتين من الوصله دي هندسه، يبقى ال 12 هتبقى كام؟ هتبقى 24، يعني جنبي يمين وصلتين، انا بقيس بالمتر وبشوف تمام. اقدر احسب الهالك بمنتهى البساطه. هي المعادله اصلا هتحسبها لك لوحدها، مجرد ما تكتب هنا بس الرقم المعادله هتحسبها لك لوحدها. تمام. هسيب لك الشيت ده في الديسكريبشن. واحنا كده اتعلمنا ببساطه ان انت لما حد يطلب منك هندسه احسب لي كميه الاسمنت والرمل والسن لهامه او خرسانه او اي حاجه، الموضوع مش محتاج رجرجه، الموضوع بسيط. انت هتحسب وتضرب في نسبه هالك وتقول له الدنيا ماشيه ازاي. تحياتي سيفر سينا من سلسله سؤال وجواب.